عاد ريال مدريد للأجواء المحلية بعد يومين على تحقيق نتيجة مهمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك باختتامه التحضيرات لمباراة غرناطة في الدوري الإسباني. الريال سيكون في مهمة تبدو سهلة عندما ينزل ضيفا على غرناطة الهابط إلى الدرجة الثانية، وهو ما قد يدفع المدرب زين الدين زيدان إلى الزج بتشكيلة من الصف الثاني لإراحة أساسيه، حيث ينتظرهم لقاء العودة في الشامبيونز ليج أمام أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل. وغاب عن التدريب الأخير كل من رافائيل فاران وداني كارباخال للإصابة. هذا وقد حذر مدرب الريال زين الدين زيدان من المواجهة أمام غرناطة الذي هبط رسميا إلى الدرجة الثانية، مؤكدا في الوقت ذاته عزمه على مزيد من العمل والاجتهاد داخل ناد لا يعترف إلا بالنتائج. سنواجه منافسا يلعب دون ضغوط بعد أن تأكد هبوطه للدرجة الثانية. غرناطة يملك لاعبين مميزين في كل الأحوال، صحيح أن الموسم لم يكن ممتازا بالنسبة إليهم، رغم ذلك أثبتوا أنهم فريق قوي يستحق اللعب في الدرجة الأولى، لذلك سيحاولون الظهور بوجه قوي وهذا الأمر يقلقني. هكذا هو النادي دائما يقيمك حسب النتائج التي تحققت، وأنا أحب الريال كثيرا وهو دائما في قلبي، أعرف بالضبط أين أنا وأعلم جيدا إذا لم تحقق المطلوب فإنك تغادر إلى بيتك، وهذا الأمر يحفزني للعمل بشكل جيد ومواصلة الحلم. ليس صحيحا ما يشاع أن ثلاثي البي بي سي لا يخضع لنظام المداورة في المباريات مثل اللاعبين الآخرين. ثمة من يرى أن هنالك لاعبين يشاركون في مباريات قليلة ويقدمون مستويات جيدة، ولكن الحقيقة هي أن الكل يقدم أفضل ما عنده، وأيضا ثلاثي البي بي سي.